والله تسمع الحين احيانا لما صرت ملزم على راي اقعد عند امي عند امي لين توافق على هالراي، مع انه خطا، المفروض اني انا امشي على راي امي صح. بس اني ما ودي اطلع من عند امي وهي ما قالت لي خلاص تم يا وليدي، فاجي مثلا اقول له وش رايك باللحن هذا، وخصوصا اني شاور امي انا بكل شيء، واول من اتصل عليها اتصل على امي، وقبل لا اطلع باي شيء ادق على امي زين. فهي انا ودي اني ما اسوي شيء الا هي راضيه عنه، مع انه ما قمت انا ما فعلت السبب، لكن والله العظيم اني احب امي واقدر امي ومقصر مع امي، والتقصير هذا هو وقود المحبه. طيب عبد المجيد، انت بعد ما فقدت والدك اكيد انك تحب امك، لكن بعد ما فقدت والدك يعني ارتفع سقف المحبه تجاه والدتك، وتعتقد هو الحبل الوحيد الان الموجود معك؟ نعم، انا بعد ما فقدت ابوي الله يغفر له ويرحمه بصراحه اني حبيت امي زودا على المحبه، يعني اصلا من زمان المحبه ما هي بسهله، ولكنها زادت الحين، يعني ما في غيرها باختصار. وانا ترى الحين اتكلم بدون ثقافه بدون شيء، ما في غيرها واحده بس، يعني الله يطول بعمر امي على زاد عمل صالح. والله العظيم انه رجل ابوي الى الان انا تلذذ باني احبه، واخر ما حبيت من ابوي رجله وراسه والله العظيم. فالان انا احب رجل امي دايم، ويعلم الله اني احبها واغليها، والله يخليها لي على زاد، والله يخليها لي ويجعلني يا رب من البرين. والله يا ام صالح والله اني احبك، والله اني استحي اني اتكلم وانا واقف، والله يا ام صالح اني استحي اني اتكلم وانا واقف. والله اخر كلمه اذا تسمح لي مع اني طولت، نصيحتي للي مثلي، لكل انسان مثلي اللي هم منهم اللي مو بعاقين يندعي لهم بالهدايه ولا هم بارين واصلحوا بحق انفسهم، اللي قاعدين بالنص اللي يظنون انهم بارين. اذا من دقت عليكم امك لا تقول ها ولا تقول نعم، سمي يا نور عيني. اذا منك سمعت خبر زين دق عليه، ثم تدق على مرك ولا تدق على اخوياك، اول من تبشر امك واول ما تسوي لامك كل شيء سوي، ازين شيء سووه لامك. تراك انت الحظيظ، والله يطول بعمرك. شكرا عبد المجيد، الله يعزك، يرفع قدرك. شكرا، الله يسعدك.